السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم حبايبي؟ وياكم اخوكم الفتى الشيعي. طبعا اليوم عندنا موضوع جدا مهم، وهو استرجاع الحساب المعطل بالصور الاباحية او بالصورة الاباحية. شلون تقدر ترجع حساب معطل بصورة اباحية؟ طبعا بالتحديث الجديد الشركة صعبت هذا الشيء، يعني صار يعني بصعوبة يرجع. بس طبعا لاحظت شغلة ورجعت بيها حسابات 3 أيام، رجعتها بالسيلفي. يعني الشركة أكثر شيء تستجاب للهوية السيلفي حتى بالانتحال. يعني صارت يعني مثل ما نقول مضمونة كثر التزوير، تزوير الهويات مثل ما تدرون. يعني قاموا بوا يزورون ويعبرون على الشركة وقدروا يرجعون حسابات انتحال التزوير، وحساب معطل التزوير رجع عادي. الشركة شوية صعبت هذا الأمر، وخاصة في الصور الإباحية. قام الحساب ياخذ 4 أشهر إلا يرجع. بس طبعا فتحت هسه، وهسه قام يرجع بالسيلفي. هسه نجي للحساب اللي متعطل بالصورة الإباحية. يطلع لك تم تعطيل الحساب، تجي لهنا اللي هي هنا تضغط عليها ضغطة واحدة. لما تم تعطيل حسابي تجي الاتصال بنا. هنا تخلي الايميل، تختار الهوية السيلفي والهوية اللي تدامجها، هويتك الأصلية تدمجها، خليها صورتين صورة واحدة، والسيلفي ترفعها 2 صور. هنا خلي الوصف، طبعا هذا الوصف انا خليته عربي، وافضل العربي. الشركة اللي راح او الجهة اللي راح تشوف الابلاغ مالته يكونون عرب، لذلك راح يستجابون لك بسرعة ويفتحون. اما انت اذا تريد تحول كلام انجليش بالترجمة عادي. فانا كتبت لكم هون للحساب محطل الصور الإباحية. يعني او كل حساب طبعا متعطل اللي بالانتحال الوصف ماله يختلف، كل حساب وصفه يختلف عن الاخر. هسه نعطي ارسال، يعني بعد ما خلينا الايميل واختارينا الهوية سيلفي والهوية والوصف، نعطي ارسال. وبعدها يعني تنتظرون رد الشركة بيومين او 3 أيام، اذا اكثر شيء 3 أيام، وان شاء الله يرجع الحساب. وان شاء الله راح انزل شرح ثاني على الاسترجاع. وهاي انا طبعا قبل اسبوع رجع الحساب تعطل بالصورة الإباحية، ورجع عنده ب3 أيام. فأتمنى الكل يستفاد من الشرح. في أمان الله.